كتير من أكبر نجوم الكورة وراهم قصص صراعات عائلية صعبة قوي. طيب بالنسبة للعيبة كتير الاسم ده بيمثل ماضي كله وجع. تيشيرتاتهم دي بتحكي قصة، وهم قرروا يغيروها لما شالوا اسم العيلة. عندنا فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول كمثال واضح، بيكتب اسمه الأول بس. والده ساب العيلة وهو صغير، ففان دايك عمره ما سامحه ورفض يلبس اسمه. نفس الكلام مع ديلي آلي اللي مش حاسس بأي ارتباط باسم آلي. طفولته كانت صعبة جدا ومليانة بعدم استقرار من الأب والأم. ممفيس ديباي كان صريح جدا لما قال جملته المشهورة دي. بيقول أبوه سابه وعنده 4 سنين بس، ورغم نفي الأب ممفيس شال الاسم سنة 2012. طيب في لعيبة تانيين الصراع ما كانش بسبب الهجرة، لا، كان بسبب الفلوس. بطل العالم بول بوجبا اتعرض لمؤامرة ابتزاز، والصدمة إن أخوه ماتياس كان متورط. شوفوا المبلغ اللي كانوا بيطلبوه منه، 13 مليون يورو. إيمانويل أديبايور كمان واجه سنين من الخلافات المادية مع عيلته. حكى عن خيانات كتير، زي إن أخوه حاول يخرب عقده مع ريال مدريد، لدرجة إنه اتهم والدته أنها بتستخدم السحر ضده عشان تفشله في الكورة. وبعيد عن الفلوس في لعيبة عاشوا مقاسي طفولة محدش يتخيلها. يعقوب بلاشيكوفسكي وهو عنده 10 سنين شاف أبوه بيقتل أمه قدام عينيه، ودلوقتي كل جون بيجيبه بيهديه لوالدته بيبص للسما. قصة ماريو بالوتيلي مختلفة شوية، بدأت بمشاكل صحية وانتهت بانفصال تام. بعد ما جاب جونين لإيطاليا في يورو 2012 إهداهم لوالدته اللي ربته. أليكسيس سانشيز كمان طلع من فقر مدقع وتخلي في تشيلي. القصص دي كلها بتكشف حجم الضغوط الخفية اللي على النجوم دول. يعني بنشوف أنماط بتتكرر، تخلي، خيانة مادية، وصدمات بتسيب أثر. ده بيخلينا نسأل ورا النجاح والشهرة إيه هو الثمن الحقيقي للمجد ده؟